الفيديو شيق جدا. هنتكلموا على عداد السرعة زي ما انتوا قريتوا في الوصف. أرخص عداد سرعة، وطريقة التركيب بتاعته سهلة جدا وبسيطة. هنتعلموها مع بعض وهنتكلموا مع بعض عن مميزات أرخص عداد سرعة. ورغم إنه رخيص بس فيه مميزات كتيرة. يلا شجعونا باللايك والاشتراك في القناة، وانتظر مننا كل ما هو جديد. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنفتحوا العلبة بتاعت اللي هي العداد السرعة. العداد بيجي معانا زي ما احنا شايفين الشاشة، وده مكان اللي بيتحط منه البطارية. بتفتح المكان ده وتحط منه البطارية، والبطارية بتاعته متوفر اللي هو الجزء دوت اللي هي القاعدة اللي بيقعد عليها دوت. كويس. ودي بتتركب على العجلة، وده السنسور اللي برضو بيتركب على الفرك، ودي الإفزان، وده برضو المغناطيس. ومعانا الكتالوج ده برضو، في برضو لازم تقراه هتستفيد كتير. وادي 15 وظيفة اللي في العداد، بس هما مكتوب بالانجليزي، اللي هو بيقولك السبيد وترافل تايم، يعني بيقولك وقت الرحلة، وحاجات كتيرة بقى انت تقراها وتترجم وتشوف الدنيا، واللي هو متوسط السرعة، وعاوز تخلي مثلا العداد ده يشتغل بالكيلومتر او بالمايل. وفي ساعة طبعا، والساعة عاوز تخليها 24 او 12. وفي برضو يعني انت شوف برضو المزايا وفيها حاجة، وقراها وشوف دنيتك. يعني هو العداد رغم انه رخيص برضو مش وحش، شغال وبيشتغل بكفاءة عالية. هنوريكم ازاي طريقة تركيبه. يلا بينا نبتدي. هو الموضوع سهل جدا. جبنا العداد اهو، وفي المكان ده هنثبته. عاوز تشيل الجزء ده اللي هو الدبل وتلزقه ماشي، بس انا ما بفضلش الموضوع ده، عشان بيسيب علامة في المستقبل لما تيجي تشيل العداد. هنجيبه الإفزان وهنحطه الإفزان كده، وهنركبوه حتى بإفيز أو بإفيز واحد أو اتنين. هو تركيب العداد سهل جدا، ممكن تركبه بنفسك، مش محتاج تروح لحد. بس في تريك كده بسيطة، او يعني حاجة مهمة جدا لازم تخلي بالك منها، هنقولك عليها عشان يديك القراية المظبوطة. لو ما عملتهاش القراية معاك مش هتظبط كويس. حاجة مهمة لازم تعملها، مهمة جدا، لو ما عملتهاش القراية مش هتكون دقيقة. استنوا معانا برضو هنقول لكم. بصوا يا جماعة، احنا بنلفوا السلك لازم، عشان هيكون طويل معانا. احنا نلفه السلك كده ايه، عشان ما يبقاش طويل وشكله مش كويس. هتلفه كده، وبعد كده تنزل على القطعة السنسور دي تلزقها على الفرك. يعني زي ما قلت لكم، في القطعة اللي هي دي البيضة عاوز تلزقها، بس هتسيب مكانها مكان. انا افضل ان انت متلزقهاش، اربطها بالافيز احسن، وفيها مكان فتحتين للافيز. تمام. هنربطه السلك وهنكمله مع بعض. بعد ما ربطنا السلك بالشكل دوت، وادي منظر العداد. هننزل كده. طريقة تثبيته سهلة جدا. السنسور بتربطه بالإفزان اهوت. تمام. وهنا حطينا برضو نحاوله بقدر الإمكان نخلي السنسور قريب جدا من المغناطيس. الخطوة اللي جاية دي أهم خطوة، اللي احنا هنظبطه مقاس الطارة في العداد. الموضوع بيبقى سهل جدا. هترجع للكتالوج. يعني بعد اذن حضراتكم بس الضغط على اللايك، والله بنتعب في الفيديوهات جامد جدا. يعني عايزين لايك، واللايك بتاعكم الجميل لايك قوي جدا، واشتراك يعني، وتشيروا الفيديو. تمام. هتشوف كده قلنا هنرجع للي هو يوزر مانوال. هنخشه هنا، ويفضل يعني قبل ما تركب العداد تقرا الكتالوج ده كويس. هتشوف مقاس عجلتك. انا هنا مقاس عجلتي اللي هي 700 في 23، اللي هو دوت.
تمام، اللي هو الرقم بتاعها كام؟ 723. ثانية واحدة بس الكاميرا تظبط الكلام شوية، توضح الكلام بس عشان هي مش التصوير برضو بالموبايل برضو ما بيبقاش احسن حاجة. يلا ظبط. تمام، 723. اشوف الرقم اللي هو قصادها احفظه كويس، اللي هو 2069. الرقم ده ازاي هبرمجه على العداد، وبرضه هنتعلم ازاي نظبطه الساعة والكلام ده. هنعمله ايه؟ يا تشيل البطارية بتاعة العداد، يا تدوس على اللي هو الزرارين دول مع بعض. انا دوست على الزرارين واستنى شوية اهو الرقم ظهر معانا. هو كان الرقم هناك كام؟ الرقم معانا 2096. كويس، يبقى هنا هنحطه 96. تمام، هنوصله هنا لحد ما توصل. دي اهم نقطة. بعد كده هدوس على الزرار اللي هو اليمين عشان اخش على النقطة اللي بعدها. كده ازودها ل9، كانت 2096 كده خلاص. انا كده دخلت مقاس الطارة. كويس، اخش الكيلومتر. تمام كده بيظبط اللي هو يعني هيقرا بالكيلو او بالمايل، ممكن تغيرها نعملها بالكيلو. تمام كده العداد كده اتظبط معاك. برضو عايزين برضو نظبطه الساعة. هو ظبط الساعة سهل جدا. انت بتدوس على الزرار ده لحد ما تيجي معاك الساعة، قام جاي معلق ايدك على الزرار الشمال، هيجيلك الهور اللي هو الساعة يا 12 يا 24. بص هتظبطها على 12 زي ما انت بتحب، وتدوس كده على اليمين يعني انت كده تأكد تظبط بقى الساعة. تمام، الساعة 10:56 دلوقتي، انا كنت ظابطها من شوية. تمام، بتدوس كده لو انت عاوز تغير. كويس، تمام، اللي هي 10:56. خلاص بعد ما تظبط تعلق ايدك، تعلق صبعك بس لحد ما تخش على اللي بعده. بس كده تمام، هي كده اتظبطت معانا. تظبط وتدوس اوكي هتتظبط. تمام، جاي. والعداد ده احلى حاجه فيه اللي هو ووتر بروف، اللي هو يعني مش ضد، يعني ضد الميه، ويعني لو الدنيا جت عليه شتت ما مش هيبوظ ان شاء الله. بس الشتاء الخفيف ما تجيش انت بقى تسمع ووتر بروف، يعني تجيب بقى ميه بصابون وتغسل العجله وكده هيبوظ منك. يعني يفضل لما تيجي تغسل العجله تحاول تفكه بره وتغسل العجله، عشان دي برضو الغلطه دي الناس بتعملها. وده يعني فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. اهم حاجه ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على زر اللايك. ولو محتاجين اي استفسارات اي مساعده، هسيب لكم رقمي تحت في الديسكريبشن، وحساب التيك توك، وحساب او صفحة الفيسبوك. هو سعره العداد ده بيبقى من 85 لحد 100 110، كل تاجر وعلى حسب بيبيعوا وكده يعني. عندنا منه كميات، لو حد احتاج منه هنديله بسعر خاص جدا. انا موجود في اسكندرية وعندنا شحن، ومش تكلفة الشحن بتكون رخيصة او قليلة جدا. تجيلك على اي مكان، تجيلك في اي مكان على مستوى جمهورية مصر لحد باب بيتك. وزي ما احنا قلنا عندنا سعر خاص جدا جدا جدا، غير السعر اللي انتوا سمعتوه للكميات. يعني اللي هياخد 20 غير اللي هياخد 10 غير اللي هياخد 5. كان معكم مينا ماهر، واتمنى لكم كل الخير والسعادة. يلا سلام.